كل من تكلم في هذا الموضوع بسخرية واستهزاء وشماتة لما يحدث في سوريا يجب هؤلاء أن يطردوا من المجالس ولا يشترى منهم ولا يباع منهم. إن كان طبيبا فلا يزار، وإن كان محاميا فلا يقبل، وإن كان ضيفا يطرد من البيت إذا زار. يجب أن نظهر حميتنا وغيرتنا لإخواننا المسلمين. تصور أن هذا يشمت بأبيك أو بأخيك أو بابنك، فكيف يكون رد فعلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هؤلاء إخواننا، لا أقل من أن نحب لهم الخير ولا نقبل أن يشمت بهم أحد ولا يسخر من دمائهم التي تذهب. وأبشركم الأمور طيبة، ليست على ما يروجون أنهم انتصروا وهزموهم وقتلوا. هذا الكلام كذب. نعم، هناك سياسة الأرض المحروقة التي يستخدمها الروس عليهم لعائن الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا المجاهدون ما زالوا هناك ولله الحمد والمنة، يدفعون عن أنفسهم وأعراضهم وأرضهم، ويحتاجون منكم الدعاء. وتذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله صادق سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وهو القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله الذي لا إله إلا هو، لو اجتمع الأمريكان والروس والغرب والشرق على أن يبيدوا هذا الدين أو أهله لن يستطيعوا، لأن الله معكم سبحانه وتعالى. ولكن أروا الله جل وعلا التزامكم ونصركم له. إن تنصروا الله ينصركم، كما قال الله تبارك وتعالى عن المهاجرين والأنصار: وينصرون الله ورسوله. فمن نصر الله جل وعلا نصره الله سبحانه وتعالى. فثقوا بالله سبحانه وتعالى، ولعل هذا من الابتلاء. كما قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.